محمد رمضان نزل الاعلان الرسمي لمسلسل جعفر العمدة اللي هيتعرض في شهر رمضان اللي هيبدأ بعد 10 ايام ده. فالنهارده هنحلل الاعلان مع بعض ونقول رأينا فيه. اللهم لك الحمد. ايه ده عطسة دي ولا استنشاق اكسجين؟ 19 سنة بقولها لك ومفيش حاجة بتهون. وانا عملت ايه غلط في حياتي؟ 19 سنة بقولها لك ومفيش حاجة بتهون. وانا عملت ايه غلط في حياتي؟ الظاهر انه من المكياج اللي هو عامله وال 19 سنة ان هو عامل شخصية حد كبير في السن. ايه ده؟ ايه الغباء ده؟ من مسلسل اسمه جعفر العمدة، مفيش عمدة صغير يعني. لا نركز عشان انا لسه ما صحيتش. مين اللي حرمني من حالي الاتنين؟ الله، حاجة غير متوقعة بالمرة. في حد قتل عيال محمد رمضان، وطبعا هو هينتقم وهيموت الشخص ده في الاخر وحاجة في منتهى الكرياتيف والابداع، يعني حاجة جديدة كده. بس كفاية كذب. بسم الله العدل. راجل ظالم فاكر ان ايه البصة دي يا محمد رمضان؟ هو في ايه؟ هو انت جعفر العمدة ولا روماني منير؟ الدنيا دي كلها عشان هو بس. كالعادة طبعا محمد رمضان الجامد الفشيخ الأسطورة اللي مفيش منه اتنين، بيضرب ويكسر في كل الناس. فشيخ يا جدعان. كل حاجه حلوه في ابوه. ايه اللي حكايه الجواز دي؟ ايه ده؟ اخد كل حاجة حلوة في ابوه، ايه اللي حكاية الجواز؟ ازاي؟ يعني العمدة مش متجوز؟ ولا هو في المسلسل اتجوز كتير؟ لا ما تلخبطوناش، اعدلوا لنا السيست. وقفت قدام اهلي بعت كل حاجه في الدنيا عشان خاطره. خدت العزة في ابني مش عارف عايش ولا ميت. وطبعا حبيت اوضح الصوت متسرسع والصورة بايظة علشان الكوبي رايت، عشان الفيديو ما يتحذفش يعني بالبلدي كده، عشان محمد رمضان ده بالذات انا عارف ربنا يستر. عايزه اكمل الحكايه للاخر. لو الواد عايش رجعهولي، ولو ميت وريني فين قبره. لو الواد عايش رجحهولي، لو ميت وريني فين قبره. لا الظاهر ان مستوى الدراما عالي في المسلسل. اما سايب شغلك وسارح ورا بنت الرقاصه. سايب شغلك وسارح ورا بنت الرقاصة. تعال مش متربي يا ايه ده؟ هي بتقول الكلام ده لاحمد داش برضه، يعني احمد داش قايم بدور عيل سرسج زي مسلسل البرنس كده بالظبط. طب والله حلو التجديد ده يا محمد رمضان، والله التجديد مطلوب. دي حلوة. كنت بفكر منها ساكن في مسؤول بيت العمدة. سوي بيه فتح الله. كبير السيدة زينب تمن. الواد ده لازم تخليه خايب هيطلقني. هو انا ملاحظ حاجه مش عارف انتوا لاحظتوها ولا لا. الفيلم اسمه جعفر العمدة صح؟ فالعمدة ده صعيدي صح؟ يعني على حسب ما انا عارف يعني، بس لحد الان ما سمعتش ولا كلمه ولا اي لوكيشن صعيدي في الموضوع. فمش عارف بقى الصراحه، يعني اللي يعرف الحوار ده يكتب لي تحت في الكومنتات. انا دماغي عملت ايرور. جعفر مش من العالم بتاعي ولا انا من العالم بتاعه خالص. جعفر مش من العالم بتاعي ولا انا من العالم بتاعه خالص. احنا الاتنين كده من عالم تالت ملوش اي علاقه ببعض. دوبك 3 ايام. في ايه يا عم انت الحماس خدك ولا ايه؟ خضتني. عايز تتعالج ويجنن. مش هرتاح لما تمني. عمري ما قلت بنفسي قد يوم ما اتجوز. لا بصراحة مستوى التجديد عند محمد رمضان واضح جدا. بيجدد يا جدعان، تجديد ده حاجات اوريجينال لسه اول مرة نشوفها. بعت وخنتي ده انت شيطانة براس ست. انت شيطانة براس ست؟ انا نعرف انت بني ادم براس شيطان. او بيقول لا انت شيطانة براس ست. انا عايز اشوف الشخصية دي اللي هي شيطانة براس ست دلوقتي. عايز اعرف هو ليه وصفها بالوصف اللي انا اول مرة اسمعه ده. زفوني انا بحبني جدا، انا بعشقني موت. يا محمد رمضان اعصابك يا جدع مش كده. اتكلم بأدب يا ولد. يا ساتر يا رب، ده باين انه هيعملها ولا ايه؟ هو انا كده مسلسل محمد رمضان بتابعه يعني، وبتابعه اول باول يعني. انا كل سنه بتابع مسلسل محمد رمضان وجنبه مسلسل تاني اللي هو كل يوم بحضر الحلقه اول باول يعني، عشان ما تتحرقش عليا من الجماعه بتوع الفيسبوك. وبقى المسلسلات بقى بشوف الكويس وبحضره بعد رمضان على رواقه كده، احضره كله في يومين 3. بالرغم ساعات مسلسلات محمد رمضان بتبقى وحش، بس مش عارف ليه انا بحب اكملها برضه للاخر، زي المشوار وموسى على سبيل المثال. هما الاثنين اوحش من بعض، فاتمنى محمد رمضان بقى ايه يصلح الحوار ده السنه دي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وطبعا ردة فعل على الاعلان كانت ردة فعل سخره مش اكتر، يعني حاجه فور فن كده ضحك. انا مش محلل سينمائي خالص، لو عايزين تشوفوا تحليل بقى وجد وتديلز وممثلين وبتاع، عندكم احمد كمال بتاع افلام، انا بحبه فشخ وبتفرج عليه. لو انت وصلت لحد اللحظه دي من الفيديو ما تنساش تنزل تدوس لايك، ولو انت عايز تشوفني مره تانية انزل اشترك وفعل زرار التنبيهات علشان يوصلك الاشعارات اول باول، وعشان توصلوني 7000 مشترك بقى يا جدعان. خلاص يعني فاضل زقه كده.